حريف حريف مليق مليق، انزلوا حتى يراقب الناظر بعينه مات ومحدش عرف مات ازاي لغايه دلوقتي. يكلمكم بلسانه ويسألكم عن حوائجي فهو محيط بكم، اينما تكونوا تأتوني مستعين 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 مستعين. ناس كتير اتكلمت عنه وقالت حكايات كتير، وناس كانت اول ما بتشوفه بتجري منه. وحق برهتيهم برهتيهم كرير كرير تتليهم تتليهم طرال طرال مسجل مسجل ترقب برهش غلبش فطير قنهود برشال لمشرخ برهيولا كيدهولا. ائتوني مستعين 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 مستعين. الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة. انزلوا اينما تكونوا. السيد الحسيني ما كانش مجرد فلكي، كان من اقوى السحرة في مصر في اواخر التسعينات وبداية الالفينات. ما كانش زي اي حد بيقرا كف في الشارع، لا ده كان عنده مكتب فخم جدا وبيجيله ناس من اعلى المراتب في مصر، سياسيين رياضيين علماء رجال اعمال كبيرة جدا. الناس اللي كانت بتزوره كانت بتيجي بسرية تامة، محدش يعرف مين اللي دخل ومين ما دخلش، وكان ليه كتب وافكار مكتوبة، وكان عنده جمهور من معجبين ومعجبات، لدرجة ان مراته راشا كانت واحدة من اكتر المعجبين بيه قبل ما تتجوزه. اتجوزته بعد قصة حب وفرحت جدا بعد ما عرض عليها الجواز. بس الحتة اللي كانت بتخلي الناس تتكلم هي الغرفة. مكتب الحسيني كان فيه غرفة تانية، غرفة محصنة تحصين شديد، الباب بتاعها محصن زي بيبان الخزن. الغرفة ديت ما كانش في حد بيدخلها غيره هو، إلا لو كان في زبون مهم جدا، وكان بيدخل معاه هو بس، ولا حد من موظفينه ولا أقرب الناس ليه كان يعرف هو بيعمل ايه جوه الأوضة دي. وهنا بدأت الإشاعات تزيد، منهم قال إنه بيحضر جن عشان يساعده في شغله، أو بيعمل طلاسم وعزايم، وإنه مش مجرد فلكي بيقرأ النجوم، ده حاجة تانية خالص. في سنة 2003 الحسين اتأخر عن بيته يوم، وده مش عادته. مراته راشا حاولت تتصل بيه مرة والتانية وما كانش بيرد، وده خلى القلق زاد، فبلغت اخواته وقرايبه، وده اللي خلاهم راحوا بسرعة على المكتب بتاعه. خبطوا على الباب محدش رد. الأوضة المحصنة كانت مقفولة من جوه، حاولوا يفتحوها بنفسهم لكن فشلوا، وساعتها بس قرروا انهم يبلغوا الشرطة. جت المباحث بمعداتها وفتحوا الباب المصفح بالقوة، بس اللي شافوه جوه فضلت الناس تتكلم عنه سنين، ولغاية وقتنا حالي جثة السيد الحسيني كانت جوه الغرفة. حواليها تفاصيل غريبة جدا خلت المحققين نفسهم استغربوا. لقوا كميات كبيرة من اللبن مدلوقة في أماكن غريبة في الغرفة، مناديل مليانة دم، صور كتير لمشاهير ورموز عامة، كل صورة مكتوب وراها طلاسم وكلام غريب محدش يقدر يفكه غيره هو. المحققين وقفوا قدام مشهد مش قادرين يفسروه أو يحلوه بمنطق بوليسي عادي. الأدلة اللي كانت موجودة ما كانتش تؤدي لسرقة أو لخناقة أو لدافع مادي واضح. الناس بعديها بدأت تقول إن الجاني مش إنسان خالص، وإنه كان عفريت من عفاريت، إن كان الحسيني نفسه بيحضرها علشان تساعده في شغله وبتخدم زباينه. يعني العفاريت اللي قعدت سنين طويلة تخدمه هي نفسها اللي قتلته. طبعا مفيش تقرير رسمي وثق النظرية دي. الكلام دوت اللي كان بيتردد ما بين الناس، بس ما كانش نتيجة تحقيق. المباحث ما وقفتش على حكاية الجن، لأن مش معقول إن التحقيق يتجه على ناحية زي دي، كان لازم يدوروا على تفسير بشري. وهنا ظهر خيط تاني، أخو الزوج يعني حد من عيلة الحسيني قال إنه شاف خناقة عنيفة بين راشا وجوزها الحسيني قبل الحادثة بيوم واحد، والمشاجرة ديت وصلت للضرب، وراشا ساعتها هددت إنها هتسيب البيت. وعلى أساس الكلام دوت المباحث استدعت راشا وواجهتها بالاتهامات. راشا عيطت ودفعت عن نفسها وأكدت إن هي اتجوزت الفلكي عن حب حقيقي، وإنها كانت من أشد المعجبين بكتبه وأفكاره قبل ما تعرفه شخصيا. القضية فضلت من غير أي حكم واضح، وما كانش في حكم نهائي يقول مين الجاني بالظبط، إنسان ولا حاجة تانية. والحكاية اللي انتشرت بعد كده وكانت جزء من حكاية الحسيني الفلكي، بيقولوا إن كان بيمارس نوع خطير جدا من طقوس واستهدار الجن اسمها
العزيمة البرهاتية. فريق فريق أنيق حريف حريف مليق أنزلوا حتى يراقب الناظر بعينه ويكلمكم وده من أخطر وأقوى العزايم اللي بيتكلموا عنها في عالم السحر واستحضار الجن. بيقولوا إن العزيمة ديت هي اللي فتحت له باب لكائنات عمرها ما بتسامح أبدا، وإنه في يوم من الأيام السحر اتقلب على الساحر، يعني اللي كان بيستخدمه لمصلحته رجع عليه. وفي رواية كمان بتقول إنهم لما كفنوه عينيه فضلت مبرقة ومفتوحة وبقه فضل مفتوح وما قدروش يقفلوه، فكفنوه ودفنوه على الحالة دي. الرواية ديت بقت من أشهر تفاصيل القصة، بس المهم إننا نقول بصراحة دي تفاصيل شعبية اتقالت وانتشرت، مش مكتوبة في تقارير طب رسمي متاح للعامة. قصة السيد الحسين الفلكي فضلت لغز لحد دلوقتي، ومفيش تقرير طب شرعي حاسم اتنشر يقول بالظبط ازاي مات، ومفيش حكم قضائي واضح يقول مين الجاني. اللي موجود بس هو راجل بمكتب فخم وزباين من كبار البلد وغرفة محصنة اتقفلت عليه. أدلة غريبة محدش عرف يفسرها، وحكايات شعبية كتير مالت الفراغ اللي سابوا التحقيق من غير إجابة. يمكن كان إنسان قتلته الظروف وعلاقاته، ويمكن زي ما كانت الناس بتقول إن في حاجة غريبة كانت معاه في الغرفة، مش هو لوحده. احنا هنسيب السؤال ده لك انت شايف ايه في القصة دي؟ تفتكر السيد الحسيني كان ضحية إنسان عرفه كويس ولا ضحية حاجة تانية استحضرها هو؟ اكتب لنا رأيك تحت في الكومنتات، وريت تعمل اشتراك واعجاب بالقناة، ويا رب أكون خفيف عليكم.